أهلا بفضيلتكم في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، في ليلة القدر نزل القرآن الكريم، فلو أردنا أن نتحدث عن القرآن الكريم وبداية نزوله، هل نزل في هذه الليلة إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل منجما إلى الدنيا، أم أنه نزل بداية إلى السماء منجما ثم بعد ذلك توالى نزوله؟ لو تفضل. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيعلم الله أني أستحي أن أقول في حضرة إخواني شيخ الأزهر وإمام المسلمين وأخي الدكتور القائم على أمر الدعوة في بيوت الله، وأخي الدكتور هاشم القائم على تربية الدعاة على منهج الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن ظنكم، وأن يعينني على أن أتكلم في هذه الليلة بما يشرح الله به صدري وبما يفيضه على لساني من قرى هذه الآذان التي تستمع إليه. اللهم آمين. كلمة ليلة القدر ليلة ظرف زمان، وهي قسيم النهار، والقدر هو العظمة في منتهاها. نعم. والعظمة في منتهاها إنما يكون التعبير عنها عند من يعلم حدود العظمة. ولا شك أن القائل والذي سمى ليلة القدر بليلة القدر تكلم عن القدر وهو منتهى العظمة عنده، لا عندنا نحن. إذن فهذا قدر لا يمكن أن نتوصل إلى تحديده وإلى معرفة كنه، ولكن نأخذ منه ما يفيضه الله على كل نفس حسب جهاد استقبالها لهذا التعظيم. نعم. فإذا كان القدر هو العظمة في منتهاها، ومنتهاها عند من لا منتهى لكماله هو الله سبحانه، ونزل في ليلة. لما ليلة؟ وأي ليلة هي؟ الليلة قسيم النهار، وأي ليلة؟ ولكل مكان ليل ولكل مكان نهار، فليل هنا يقابله نهار في أمكنة متعددة، فأي ليلة نزل فيها هذا القرآن؟ ولما كان الليل؟ نقول له الليل هو محل سكون النفس من جهاد العناء في الحياة وشرور أهل السوء فيه، فإذا جاء الليل انقسم الناس قسمين. القسم الأول أهل الشر أراح الله هذا الزمن من شرورهم، والقسم الثاني هم المؤمنون بالله وهم الذين يقيمون في عبادته ويستغفرونه ويستمطرون رحمته. إذن فالليلة هي أنسب شيء لنزول القرآن فيها. هم أهل النفحات. أهل النفحات. طيب، وأي ليلة؟ ليلة مصر أم ليلة السعودية أم ليلة أمريكا أم ليلة الذي يعني صح عندي أو يعني حامت حوله نفسي أنه الليلة التي على من نزل، ليلة من نزل عليه القرآن، فكأنها الليلة في مكة. ولذلك يقول الحق: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا فالليلة هي هذه الليلة. فإذا كان القرآن كان في اللوح المحفوظ، وفي اللوح المحفوظ كما قال الله في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إذن فقد أمن أن يدخل عليه شيء أبدا. كتاب مكنون. طيب، ولماذا أجل لهذا الوقت في انتظار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه الرسول الخاتم الذي لا يأتي بعده رسول، ففيه تمام التشريع لمنهج حركة الحياة في الأرض، وهو على ميعاد مع ارتقاءات العقول. كل يوم العقول ترتقي وتكتشف وتعمل، فجاء القرآن في هذا ليواكب كل ما يمكن أن يأتي به الوجود العقلي بعلم التجربة
ونجد القرآن إما أن لا يصادره وإما أن يؤيده. ولذلك يقول الحق في حرف واحد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولذلك سئلت أنا في سان فرانسيسكو: أنتم تقولون أن العلماء الذين ابتكروا كذا وابتكروا كذا في راحة الإنسانية وتخفيف ويلاتها يدخلون النار؟ كيف يدخلون النار وهم فعل؟ فقلت له: قل لهم، للمترجم الذي هو الدكتور محمد عبد أماني كان وزير الإعلام، قلت لهم: قل لهم إنما يطلب الأجر ممن تعمل له، يطلب الأجر ممن تعمل له. فهل فعلوا ذلك لأن الله في بالهم إيمانا به، أو فعلوه للإنسانية كما يقولون؟ فعلوه للإنسانية، وقد أعطتهم، خلدتهم كتبا وخلدتهم تماثيل وخلدتهم ذكرى وخلدتهم حد. ولذلك يعطي القرآن لنا صورة على من عمل لغير وجه الله. يقول لك: دول أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. يعني فوجئ بوجود شيء لم يكن في باله. يبقى إذن الإنسانية أعطتهم، ما يطلبوش بقى من الله لأنهم ما كانش في بالهم مين؟ ما كانش في بالهم الحق سبحانه وتعالى. ولكننا نقول أيضا أن هؤلاء يعتبروا من جنود منافعنا نحن، يشقون ويتعبون ويبتكرون ويكتشفون، وإحنا برضو نستفيد. وهم كالمطايا يعملوا لنا اللي احنا عايزينه نستفيد منه. شيء آخر، يبقى إذن كلمة الليل ليل مكة. ولماذا الليل دون النهار؟ لأن ما فيش فيه صخب، سكون هادئ، الأرواح يبقى عندها استعداد صفائي لاستقبال فيوضات الحق سبحانه وتعالى وتنزلاته. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طب أي ليل؟ ليل من؟ ده الليل لا ينتهي في أي وقت، كل وقت فيه ليل. إذن فيد الله مبسوطة دائما، يد الله مبسوطة دائما. هذا أمر. الأمر الثاني، الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وخلق له قبل أن يخلقه، خلق له مقومات حياته من طعام وشراب وهواء. ونجد إن التملك لبعض هذه الأشياء يتناسب مع أهميتها في وجود الإنسان. فالطعام يصبر عليه الإنسان شهرا، فإذا قسى علي إنسان ومنعني الطعام، ربنا يقول: أنا صنعتي عملت فيها رصيد في ذاتك، ما تحتاجش لحد، تتغذى من نفسك، ما زاد عن حركة حياتك يتخزن لك، بحيث إذا امتنع تبقى تاخد من ذاتك. طب العربية اللي بنركبها إذا خلص البنزين منها تقف، لكن إذا امتنع الطعام عن نشارة ما قفش، لأن اللي خلاني عندي رصيد يمدني. طيب، طعام قد يملك، وأقل من ملكيته ملكة الماء. يوم ربنا يجعل فيه مائية تقضيني من 3 أيام ل10 بس، لأن الملكية فيها قليلة. لكن الهواء الذي إن انحبس عن شهيق وزفير يموت الإنسان لم يملكه الله لأحد أبدا. ليه؟ لأنه قبل أن يرضى علي أكون مت. إنما لو منع عني الماء يمكن بعد 3 أيام بعد 4 يرضى، ناس يحنوا عليه، أحتال في أنني أخرج، وكذلك الإبن. فإذا خلق الله للإنسان قبل أن يخلق الإنسان. طيب، خلق له مقومات مادته، طعام وشراب وهواء، بس كده. أم قال لك: طب ده مقومات المادة دي عمرها الزمن، عمرها الدنيا، وعمرها الدنيا دي ما تقوليش من أول آدم لآخر لحد ما تقوم الساعة، لا، لأن دي عمر موزع على الأفراد. يمكن واحد يقعد فيه ثانية، يقعد فيها شهر، واحد يقعد فيها شهر. إذن الدنيا بالنسبة لكل فرد إنما هي طول عمره فيها، ما تحسبهاش من أول آدم بقى، طول عمره. فإذا كان هذا مقوم مادتي، والشمس التي تخدمني، والهواء والماء وأرض الأرض بتديني الخصب وآكل وأشرب، عمرها أطول مني، أنا أموت كل يوم ويموت ناس وهي تفضل بقى خادمي، يبقى أطول عمر مني، ده معقول ده؟ نقول له: لا، ربنا هيديك حاجة تانية بقى،
ولذلك هيسماها روح برضه، كما سمى الروح التي تأتي للمادة فتعطيها الحركة والحس، سمى اللي تنزل به القيم روح أيضا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. بس الروح دي هتديني عمر بسيط، الروح الثانية هتديني خلود. واللي انت بتقول عليه انك انت سيده وهو اطول عمرا منك، انت هتبقى اطول عمر منه، لان الشمس والقمر والدنيا دي كلها هتنتهي وانت تظل بلا موت وبلا شيء، تبقى انت هتفضل ايه سيد. ولذلك سمى الله منهج الله للصيانة في حركة الحياة روحا، والذي ينزل به سماه روحا، نزل به الروح الامين. كلها اسمها روح، بس روح ايه؟ بتعطي الحياة الخالدة، انما الروح الثانية دي بتعطي حياة تنتهي. الله. ولذلك لو نظرنا الى القرآن لنجد قول الحق: وان الدار الآخرة لهي الحيوان. ادي الحياة، مش الحياة اللي امر فيها كده وانتهي واموت. دي هي الدار، هي دي الحياة اللي تعتبر ايه؟ تعتبر حياة لا ينغصها موت، فلا يفوتني نعيم ولا افوت انا النعيم بالايه؟ بالموت. يبقى ربنا بقى خلق لي قبل ان يخلقني.